في كتابها الصادر مؤخرا بعنوان أيام الأمازيغ أضواء على التاريخ السياسي الإسلامي، تقول ضيفتنا إن القائد القدوة هو اللبنة الأولى في البناء، ثم تأتي من بعد ذلك بقية أحجار الأساس في قاعدة البناء التي لا يجوز التهاون في انتقائها واختبار صلابتها مرة بعد الأخرى، ولا يجوز الترخص في مكوناتها طمعا في الكثرة العددية لكي لا يؤثر ذلك على متانة الأساس. مع اليوم نناقش صفات قائد مصر، أو بمعنى أكثر دقة من سيضع قاعدة البناء لمصر بعد ثورة 25 يناير ضمن قضايا أخرى مطروحة على الساحة الآن، أبرزها قطعا إشكاليات الدستور الجديد. إنها سعادة المستشارة الدكتورة نهى الزيني الفقيهة الدستورية. أهلا وسهلا سعادة الدكتورة. أهلا دكتورة هالة، وأنت دايما بتفاجئيني، فاجئتيني دلوقتي بالمقتطف ده من الكتاب. الحقيقة وبربطه بالأحداث، لازم نربطه بالأحداث، وخصوصا حضرتك يعني عاملة المدخل الربط التاريخي بما فعله الأمازيغ في تاريخ العرب والإسلام وانتشار كيفية انتشار الحضارة العربية الإسلامية، وإزاي نربطها بقى بالنهاردة. أنا توقفت لأن الأمازيغ كلمة دخلت حياتنا في الفترة الأخيرة. مؤخرا ابتدوا يقولوا مصر وتقسم وأربع أجزاء، والشرق والجنوب والنوبة والغرب قبائل الأمازيغ، وإن من حقوقهم ولازم يتعمل حسابهم في الدستور. فإحنا هندخل مدخل الكتاب أولا، ثم يعني نعرج على فكرة هل نقسم مصر طبقا للإثنيات اللي فيها، أم إن مصر كلها مصريين؟ لا، مصر لا يوجد فيها إثنيات أساسا. مصر عبقريتها إنها كتلة واحدة، وأن جميع الإثنيات تدوب فيها، تدوب في الواحد، يعني الكل في واحد، كما في كتاب الموتى والمقتطف الذي اقتطفه توفيق الحكيم في عودة الروح. يعني حتة أن الكل في واحد، الكل في واحد معبرة عن مصر. نحن ليس عندنا إثنيات متعددة، ومن يقل أنه نقسم مصر دي خرافات، سواء كانت هذه الخرافات خرافات تخيلية عند بعض المرضى النفسيين، أو كانت تعبير عن غضب بيطلع في أشكال وهمية بتقسيم مصر، أو كان افتراء كما حدث في الفترة الأخيرة عندما الإعلام يعني خرج ليفتري أن هناك بعض الخرائط التي وجدت في أماكن معينة ومقسمة بخط باليد في مكاتب التمويل، وهذه الأكذوبة الكبيرة التي عشنا فيها للأسف، وصدقها البعض مع الأسف، وإنهم مقسمين مصر 4/4 و5 أخماس. يعني شيء مضحك يعني ومبكي في نفس الوقت أن يعني تنطلي خرائط مراقبة انتخابات. طبعا وأي إنسان يفهم أو يشغل مخه للحظة هيعرف كده، ولكن للأسف يعني استخف قومه فأطاعوه. هل نحن مكتوب علينا أن من يحكمنا دائما يستخف بعقلنا وبعقولنا فنطيعه ونمشي وراءه بمغمضين العينين؟ وهل الإعلام أصبح هو اليد التي تستخدم لتضليل الناس؟ يعني شيء يعني مؤلم ومؤذي. فمصر ليس فيها إثنيات، ولا نتحدث عن الأمازيغ، هم طائفة قليلة جدا في مصر، ولكن هم في المغرب، وأنا كتبت عنهم في المغرب وفي إطار تاريخي، يعني في إطار تاريخي في القرن الخامس الهجري. والأمازيغ موجودين بكثرة طبعا في المغرب، وهم أصل البلد، يعني هم الأصل، السكان الموجودين، أصل السكان قبل الفتح الإسلامي. لماذا
قبائل الأمازيغ، لماذا اختيار هؤلاء المرابطين بالذات؟ نعم، أنا أكتب في إطار مشروع عن إعادة كتابة التاريخ الإسلامي بشكل عام، التاريخ السياسي الإسلامي بشكل عام. هذا هو الكتاب الثاني في هذا المشروع. وكان الكتاب الأول كان في كتاب أول عن فترة يعني فترة اللي هي فيها موقعة الجمل وكل هذا والانقسام بين شيء، يعني فترة عبد الله بن الزبير وخلافة عبد الله بن والفتنة وكل هذا. ثم هذا هو الكتاب الثاني، ولأبين وألقي الضوء على جزء مجهول الحقيقة في تاريخنا الإسلامي. الكتاب الأول بقى عايزين نعرف اسمه عشان أنا عايزة أقرأ. العائذ بالبيت. العائذ بالبيت. العائذ بالبيت. وكان عن الزهراء للإعلام العربي، ولكن هذا الكتاب أيام الأمازيغ عن دار الشروق. والأمازيغ الحقيقة يعني زي ما بقول لك هم موجودين، وهم يعني الثقافة المغاربية كلها مرتبطة جدا بثقافة الأمازيغ. وهناك طبعا حركات كثيرة، يعني نحن نسمع عن حركات انفصالية كثيرة، ويمكن أنا أشرت إليها سريعا لأني أقول أن الإسلام هو الذي يجمعهم. وأنت قلتي حتة الحضارة العربية الإسلامية، هم يرفضون أن يكونوا عربا، وهم يقولون نحن لسنا عرب، يقولون أنهم بربر. هم بربر. هم بربر. وهم لا يحبون على فكرة هذه الكلمة. يعني يمكن اللي انت بتقولي ليه اتكلمت عنها ايام الموضوع الجزائر، ويمكن دي كانت احد الافكار، انه كان احنا بنتكلم دايما عليهم على انهم بربر، نستخدم هذا التعبير، وهذا تعبير هم يكرهونه. قد يقبلوه من الغرب عندما يتحدث عنهم ويقول بربر، والفرنسيين يقولوا بربر. ولكن هم يفضلون كلمة الأمازيغ. وكلمة الأمازيغ باللغة الأمازيغية تعني الحر النبيل. الحر النبيل. وهم لهم صفات، يعني نعم، هم أحرار. هم أحرار فعلا، ويتميزوا بالصمود والصلابة والثورة وعدم الانطواء. ومن الصعب أن تحتويهم. من الصعب احتوائهم، ومن الخطأ الجسيم أن تتعامل معهم بفوقية وبسلطوية وبتمييز عرقي، أنهم جنس آخر غير الجنس العربي، وأن الجنس العربي متفوق عنهم. فالعرب والأمازيغ يستطيعون أن يعيشوا، وهم عاشوا دائما في وئام وسلام في المغرب. وكان للأمازيغ يعني دور كبير جدا هم الذين يعني طارق بن زياد هو قائد أمازيغي، وعندما نعم هو أمازيغي. نعم، طارق بن زياد أمازيغي. وكل الجيش الذي فتح الأندلس هو جيش أمازيغي أصلا، كله مؤلف من الأمازيغ بعدما دخلوا الإسلام طبعا. ثم بعد كده لحق بهم جيش من العرب. ولكن وعشان كده الكلمة، يعني أنا أعترض على كلمة الفتح العربي للأندلس، هي الفتح الإسلامي، لأن العرب لم يفتحوا الأندلس. الذين فتحوا الأندلس هم الأمازيغ، هم المسلمين. هم فتحوها بصفتهم مسلمين. فهذه نقطة أو ضوء، يعني أنا أحاول أن ألقي الضوء. نقطة مهمة. لأن احنا قعدنا نقول والعرب وغزينا الأندلس لا، الذي فتح الأندلس بيتكلموا عربي وكانوا بيتكلموا عربي طبعا، والأمازيغ يتحدثون العربية. يعني هم جزء من ثقافتهم، الثقافة العربية جزء من ثقافتهم طبعا. ولا يمكن هذا الفصل إلا في حالات الاستبداد ومحاولة كسرهم. وهذا حدث في ليبيا. القذافي، يعني القذافي حاول دائما أن يهمشهم، وحاول أن ينكر تميزهم، وحاول أن ينكر خصوصيتهم. وأنا دائما أقول أن الخصوصية الثقافية واحترام الخصوصية الثقافية هو شيء مهم جدا في الدول التي فيها إثنيات متعددة. هذا لا ينطبق على مصر. مصر ليس فيها هذا، ولكن في دول أخرى ابتداء من ليبيا والجزائر والمغرب تحديدا. يعني هذه المشكلة موجودة في ليبيا والجزائر والمغرب. ففكرة إنكار أن هناك إثنية مختلفة هذه فكرة، وأنهم عرب وأن أصولهم عرب، هم ينكرون هذا، وهذا من حقهم. واحترام الخصوصية، الحقيقة أنه هذا أصبح في الثقافة الإنسانية بشكل عام، أن لابد من احترام الخصوصيات الثقافية. وهذا لا يقسم البلد، بالعكس هذا
ويحافظ على الوحدة داخل هذه البلاد. هل لهم لغة أمازيغية؟ نعم، هم لهم لغة وهم يعتزون بها جدا. لكنهم يتحدثون العربية. أغلبهم يتحدث العربية. يعني في من المعروفين مثلا الفيلسوف محمد عابد الجبري. نعم. يعني من الفلاسفة الأمازيغ. وساهم في إثراء الثقافة العربية. لماذا أطلق عليهم المرابطين؟ لا، المرابطين هذه دولة كانت نشأت في القرن الخامس الهجري، واستطاعت إنها يعني الأندلس كان تاريخ الإسلام فيها 8 قرون كاملة. بعد أقل من 4 قرون، يعني بعد 3 قرون وشوية، كانت سوف تنتهي الأندلس ولا تكمل لغاية 8 قرون. لولا أن الأمازيغ المرابطين، وهي دولة من الأمازيغ المسلمين، قامت في صحراء المغرب في القرن الخامس، واستطاعت أنها تعيد الأندلس من يد الصليبيين الأوروبيين. استطاعت أن تعيد الأندلس في هذه الفترة في القرن الخامس لتستمر مسيرة الأندلس الإسلامية ل8 قرون كاملة، وبالتالي تغير الحضارة الإنسانية كاملة. وهذا ما أشرت إليه، يعني أن ال4 قرون وشوية اللي بعد إنقاذ الأندلس كان فيها، يعني مثلا ابن خلدون الذي منشئ علم الاجتماع في العالم هو أمازيغي. حضرتك بتفاجئينا يعني. هناك مفاجآت كثيرة. نعم، هو أمازيغي، هو عالم أمازيغي، وهو الذي أنشأ هذا. من اكتشفوا أمريكا أن هناك يابسة في هذا المحيط، ما كانوا يسمونه في القديم بحر الظلمات، الذي اكتشف هذا هم علماء من الأندلس. ولولا بقاء الأندلس ل8 قرون لما اكتشفت أمريكا بهذا الشكل. لكنهم ينتموا إلى الأمة الإسلامية. يعني طبعا هم دخلوا في الإسلام منذ القرن الأول الهجري، وموجودين في المغرب العربي. نعم، في الجزائر، هو موجودين من أول واحد سيوة. نحن عندنا بعض آلاف موجودة في واحد سيوة. هم أمازيغ ويتحدثون الأمازيغية بينهم وبين بعض. ثم بعد ذلك في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وجزر الكناري وموجودين طبعا بكثرة في أسبانيا إلى الآن، وفي جنوب أسبانيا إلى الآن. هل يمكن هنا بقى لما بنتكلم على التقسيم أن نرى دعوة من الأمازيغ للمطالبة بدولة مستقلة؟ نعم. بين الحدود الجزائرية المغربية يطالبون بتكوين دولة أمازيغية. هم يطالبون بهذا في جنوب المغرب، وما يسمى بأزمة الصحراء المغربية. أيوة. والتي طبعا هناك صراع كبير ودخلت الأمم المتحدة فيها، وهم يحاولون أن يكونوا دولة مستقلة أو يحصلوا على الحكم الذاتي أو ما إلى ذلك. هناك أزمة سياسية كبيرة في هذا الشأن. أنا أعتقد أن سببها محاولة طمس الهوية الثقافية للأمازيغ، ولولا هذه المحاولات لا دابوا في يعني في الكتلة العربية الأمازيغية الإسلامية الموجودة في المغرب. لكن حضرتك قلتي وصفتيهم أن هم صعب أن يتم احتوائهم، وصعب السيطرة أن هم يذوبوا في الكيانات. مش صعب أنه يذوبوا، لا، هم أولا لا نريد حكاية الذوبان. الذوبان شيء أن تذيب الآخر، غير انك انت تفقده خصوصية ثقافته. انا احترم خصوصية ثقافتك، ولكن هذا ليس الذوبان الذي يفقدني خصوصيتي، ولكنه الذوبان الذي يجعل مني انا والاخر امة واحدة. هذا هو ما اقصده بالذوبان، ولكن ليس معنى الذوبان اطلاقا ان تفقدني خصوصيتي. هذا يعني ما بينت التجربة البشرية عموما في العالم كله، ان هذا هو الذي يخلق الصراعات، وهذا هو الذي يخلق الثورة، وهذا هو الذي يخلق التقسيم الحقيقي، التقسيم من الداخل. فاحترم
احترم خصوصيتي، أنا لي خصوصية ثقافية. هم يحبون لغتهم، هم يحبون العربية لأنها لغة القرآن ولغة الإسلام، ولكنهم أيضا يحبون لغتهم. لماذا تريد أن تطمس هويتي؟ هذا هو السؤال. أنا لي هوية ثقافية معينة، أخذ منك وتأخذ مني. هناك كان دائما في فترات الصفاء كانت هناك دائما نوع من المحاولة أن يكون هناك تعاون. هذا التعاون الحقيقة أنه حصل حدث منذ أسبوع أو أقل من أسبوع، حصل حدث أنه وزير الخارجية المغربي وهو من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، عندما كان في مؤتمر وزراء الخارجية العرب، فاجأ بأنه لم يتحدث عن المغرب العربي، لم يقل المغرب العربي. وهنا وقف الأمازيغ. هو يعني شال حتة العربي. أيوه. هنا وقف الأمازيغ وهم مسرورون. أعتقد أن هناك الاتحاد المغربي، الاتحاد المغربي. أيوة. وليس بالضبط. أيوة. وهنا الاتحاد المغربي هذه تلقي ظلال جيدة، احترام لخصوصية الثقافة. أن المغرب مكون من جنس عربي، من إثنية عربية وإثنية أمازيغية، وهذا جيد. طيب. هذا لن يقسم البلد. أظن أن هذا سوف يكون في اتجاه يعني لم التشرذم الذي صنعه طبعا وساهم في صنعه الاستعمار الفرنسي طبعا بشكل كبير جدا جدا جدا. لأنه أحيانا عندما يجد هناك مشكلة عند أحد يحاول أن يستغلها طبعا لمصالحه ولمصالح التقسيم، فينفخ في هذا الأمر، وإنكم أمازيغ وإنكم يعني أنتم أصل البلد، وكل هذه الأمور التي تؤدي إلى الشرذمة في نهاية الأمر. إحنا عندنا أمازيغ مصريين في الصحراء الغربية في سيوة. الحقيقة جدا هم عددهم قليل، وهم أيضا يعني ليس الحقيقة لا نريد أن نخلق مشكلة، لأنه لا توجد مشكلة عند أمازيغ سيوة. نعم. مشكلة أنا ما كنتش عارفة أعترف لحضرتك، ولكن في البرنامج بيعلمني حاجات كتير، لأني بقعد مع يعني شخصيات على المستوى الثقافي والفلسفي والفكري العظيم اللي زي حضرتك، فبتعلم منكم. فبدأت يعني دعوة إنه الدستور الجديد لابد أن يمثل كل الأطياف الشعب المصري. وبصيت لقيتهم بيقولوا ويمثل المرأة ويمثل الأقباط ويمثل البدو في سيناء والنوبة والأمازيغ في الصحراء الغربية. فأنا لقيت مش كلنا مصريين يعني؟ نعم كلنا مصريين. والحقيقة ان احنا ما عندناش ننقل الدستور بقى. ننقل الدستور قوي. احنا ما عندناش مشكلة زي ما بقول لك، ما عندناش مشكلة، عمر ما حصل في مصر مشكلة عرقية. ليه؟ لأن مصر بطبيعة يعني جغرافيتها حتى هي حاضنة لكل الثقافات. يعني يكاد يعني باستثناء أهل النوبة يكاد ما فيش مصري يقول أنا بيور مثلا فرعوني أو أصل البلد أو كل هذا الكلام. يعني الجميع زي ما بنستعمل بالكلمة بالبلدي مخلط. يعني لأنه كثير جدا بطبيعة موقع مصر كثير جدا من القوى الأجنبية دخلت، منذ الفرس والروم والعرب ومن كل الأجناس والأطياف، بالإضافة طبعا للنزوء المجيء الثقافي زي مثلا أهل الشام وغيرهم اللي هم مثلا عملوا الصحف وعملوا الإعلام في مصر وكل هذه الأمور، واختلطوا بأهل البلد. ونحن شعب بطبيعتنا مفتوح، يعني ما عندناش الحتة القبلية، احنا لسنا قبائل. يعني يمكن ده هتلاقيه في الأماكن اللي فيها قبائل. نحن لسنا قبائل، زي ليبيا زي الجزائر. بالضبط. فبيبقى في الخصوصية ده هي العرقية، يعني فكرة يعني النقاء العرقي ما فيهاش الكلام ده. نحن نعيش منذ القديم على مجرى هذا النهر، يجمعنا هذا النهر ويسري في دمائنا هذا النهر جميعا، مسلمين ومسيحيين. حتى
حتى مع الاختلاف الديني أنت لا تستطيع أن تقول ربما كان أحد يعني مثلا السلفيين الموجودين الآن جده كان قبطيا مسيحيا، يعني حتى ما تقدرش تاخد الخط وتروح قوي بعيد وتقول والله أنا مثلا فرعوني، ولا يستطيع الأقباط حتى يعني في كلمة. عشان كده كلنا والمسيحيين أيضا بشكل كبير والمسلمين طبعا من قبلهم لم تعجبهم كلمة احنا أصل البلد. ما فيش حد أصل البلد، هذه البلد عاش فيه الفراعنة ونحن جميعا أبناء الفراعنة ودخل علينا دماء أخرى. يعني فده طبعا يعني خلى ما عندناش هذه المشكلة. الحقيقة ان احنا ما عندناش ابدا هذه المشكلة. وحتى مشكلة اذا تحدثنا عن بدو سيناء فهي مشكلتهم امنية. ان الامن طوال 30 سنة اللي فاتت دي كان بيتعامل معاهم وكأنهم الحقيقة من عودة سيناء، من ساعة عودة سيناء وهي متزامنة مع عصر المباركي اللا مباركي ده انه كان يتعامل معهم على انهم خائنين اصلا الى ان يثبت العكس. وهذا امر طبعا يعني جعل فيه مرارة في النفوس. صحيح. ولكن السنوات لم تكن طويلة. والحقيقة أنهم يعني ناس عاشوا تحت الاحتلال الإسرائيلي مدة طويلة، وكان منهم يعني لهم بطولات كثيرة ولهم يعني أشياء جيدة كثيرة. وإذا كان هناك من بينهم خونة وجواسيس فكان في القاهرة أيضا وفي الإسكندرية وفي كل البتاع ممكن تجد خونة وجواسيس. فهم في الأصل مواطنين ولا بد أن تكون لهم حقوق المواطنة. ولا أعتقد أبدا أنهم لهم مشكلة في الدستور، يعني هم عايزين يمثلوا في الدستور بالشكل ده. ولكن لابد أنه كل أقاليم مصر تمثل. يعني كأقاليم وليس كعرقيات أو كإثنيات. هو كأقاليم. سينا هتمثل، الصعيد هيمثل، ما الصعيد ما هوش والبحر الأحمر هيمثل، وأيضا سيوة يعني كل الأقاليم لابد أن يكون لها تمثيل.